المحور الثاني فنحن نتحدث عن المدعو عبد الحميد دشتي، هذا الشخص الذي نترفع عن ذكر اسمه، وذلك لما صدر منه من أقوال وأفعال مشينة. فهذا الشخص كما تعلمون يقف بجانب نظام الطاغية بشار الأسد، وأيضا يقف مع تمزيق وحدة الصف الكويتي وأيضا وحدة الصف الخليجي، فقد تعدى على شعوب الخليج الشقيقة وقياداتها، وخصوصا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وتعدى أيضا على الشقيقة المملكة البحرين. فلا يمكن أن نصمت نحن ممثلي الحركة الشعبية الوطنية الكويتية على ما يقوله هذا السفيه من تجاوزات لا تعد ولا تحصى، ضاربا بعرض الحائط المصلحة العامة لشعوب الخليج. وللأسف الشديد فإن مجلس الأمة لا يحرك ساكن، فقراره الأخير الذي وافق فيه على تمديد إجازة دشتي والتي عرضها بنفسه وليس فيها ما يستحق الداعي للإجازة أمر كشف الكثير من المستور، فكيف يوافق عليها من قبل مستشارين دستوريين وليس من قبل مجلس طبي كباقي المواطنين؟ وهذا القرار مرفوض لدينا في الحركة الشعبية الوطنية، ويرفضه جميع الشرفاء على هذه الأرض الطيبة. وأنا أقول لأعضاء مجلس الأمة إن صمتكم المستمر عن المدعو عبد الحميد دشتي وصمة عار، ونتساءل ما هو الصندوق الأسود الذي يهددكم به عبد الحميد دشتي؟ لماذا لم يتحدث أي نائب حتى هذه اللحظة عن هذه القضية؟ ما الذي تخافونه أو ترجون منه؟ ولماذا هذا الصمت المريب؟ هل أنتم تمثلون الشعب أم تمثلون عبد الحميد دشتي؟ أننا في الحركة الشعبية الوطنية لن نصمت، وسنستمر في الدعوة برد أمثال هؤلاء الذين يفرقون أبناء الوطن ويزعزعون استقراره ويسيئون علاقاته مع أشقاء دول الخليج والدول العربية كافة التي نشاركها في كل شيء حتى المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.